انا واقف في حته عالي مش عارف ان انا اعلي الكومبات باور بتاعتي تاني. سونج والهانترز خلاص انا مكستهم ومفيش ريسورسز او مفيش حاجات اقدر ان انا اعملها عشان اعلي الكومبات باور بتاعي عموما. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. انا بقالي يعني داخل في اسبوع ما نزلتش اي فيديو، يعني رمضان بيتقل واحد شويه يا شباب. المهم انا كنت بتفرج على الكومنتس عندي بشوف ايه الفيديو الجديد اللي انا ممكن انزله، يعني بناء طبعا على طلب الناس. فلقيت ان معظم الناس بتسال في الكومبات باور، ازاي اخلي الكومبات باور بتاعتي عاليه، ازاي اوصل من رقم مثلا اقل من المليون لبعد المليون. طيب في طريقه لطيفه جدا ان انت تعلي الكومبات باور بتاعتك بيها في الجوجو ايلاند. طبعا الجوجو ايلاند الايفنت ده فيه كذا حاجه حلوه جدا وهنتكلم عنها دلوقتي وهتفيدك، يعني مش بس في الكومبات، لا كمان هتفيدك في الجولد بتاعك. يلا بينا. طب يا شباب، احنا عامه عندنا في الجوجو ايلاند عندنا التيكتس، اللي هو انت ممكن تعمل 2 تيكتس في اليوم، وعندك 10 فري انتري، يعني عندك 10 مرات ممكن تخش تلاعب بيرو ببلاش، يعني بدون اي حاجه. طيب الجولد او الكوين اللي انت بتاخدها من بيرو في التاني ديفيكولتي بتبقى 140 والتالت واحده بتبقى 150. طيب هل مستاهله؟ يعني لو انت الكومبات باور بتاعك ما تقدرش على بتاع اللي هو ال 100 الليفل العالي، هل مستاهله ان انت تاخد 10 زياده؟ لا مش مستاهله، عادي. لاعب تاني واحد مفيش اي مشكله، اكسبه، خد ال 140 بالتو انفيتيشنز، وال10 الباقيين تقريبا هتاخد 30 حاجه زي كده. فانت هتجمع على اخر اليوم رقم محترم. تعالوا كده نخش نجرب الليفل التاني. طبعا احسن حاجه ان انت تلعب بتيم يعني ويند، لان هو كده كده هنا الويند واللايتنج والفاير الثلاثه مفيش اي مشكله، بس عشان الويند تيم حاليا بقى في وضع احسن، فافضل ان انت تلعب ويند. وطبعا الاسلحه بتاعتك يعني يفضل ان هي تبقى اسلحه ويند، يعني يفضل ان انت تنزل بالديمن كينج داجر، ولو معاك سلاح تاني مثلا برضه وين ممكن تنزل بيه، يعني ممكن تنزل من الديمن كينج مثلا، برضه لطيف، ممكن لو انت معاك ملفلفه. بس في العموم يعني انت لو انت اوريدي قوي انت عادي مفيش مشكله، برضه انت ممكن تنزل باللي هو اللايتنينج ويبنز، فهو على حسب. انا هجرب انزل بويبنز يعني مش بتاعته خالص، انا هجرب انزل بحاجه ما عندوش اي ريكومندد اليمنت ليها، يعني فاهم الفكره. وهنزل بالسيت اب دي برضو 2 ويند وواحد هيلينج، فتعال نجرب ونشوف الدنيا فيها ايه دلوقتي. طبعا الكومبات باور بتاعي اعلى بكتير من اللي هو بيتكلم فيه، بس هنا مش معدي المليون. تعالوا نشوف يا شباب. كنت بشوف ناس كتير قوي عماله بتعلق على ان هانتر واخد كوبي من سولو ليفلنج. انا ما اعرفش ازاي حد ممكن يقول ان حاجه قديمه سارقه من حاجه جديده، يعني انا مش فاهم ده ماشي ازاي مع الناس، بس يعني اوكي. يعني انا بحب هانتر اكس هانتر وبحب سولو ليفلنج جدا، يعني الاثنين بالنسبه لي حاجه جامده، يعني مش انا طبعا ولا عمال بعمل الحاجات المناسبه اللي المفروض اعملها. يعني انا المفروض اداش قبل السي، بس انا عشان بالي كتير بعيد عن الملاعب فمش بداش. لو انا عامل سكيلاتي صح والحاجات بتاعتي صح كان زماني فرتكته. كام بقى كده؟ المهم الجولد، انت طبعا هتعديها اسرع مني بكتير، بس المهم الجولد. تمام، احنا خدنا ال 140 جولد. انا بس عايز افهمك ان حتى لو انت بتعمل يعني الفايت ذات نفسه مش قوي او بتعمله عادي جدا، برضو المهم الجولد، يعني انت ما بتاخدش ازيد من الجولد اللي انت عايزه. طيب احنا خدنا ال 140 جولد صح، كان معانا انفيتيشن وخلاص عملنا الانفيتيشن دي. طيب عندنا هنا 10 انتري ببلاش. ال 10 انتري ببلاش دي مش هتديك بقى نفس الرقم، يعني مش هتديك 40، مش هتديك 140، هتديك مثلا 30 يعني حاجه في الرينج ده برضو. طيب هتيجي بقى على الاكسشينج شوب، ده هنا المهم، ده هنا الحته المهمه. طيب ازاي علي هنقوي الكومبات باور بتاعتنا؟ بمنتهى البساطه، انت عندك بلاير سكيل 1 و2 دي مش مشكله، يعني ما تركزش عليها قوي، احنا عايزين نعلي الكومبات باور بتاعتنا. طيب اول حاجه هتلاقيها في اول سطر هي الشادو انرجي. الكومبات باور بتاعه الارمي اوف شادوز اول ما تعلى انت اوتوماتيكلي بتعلى الكومبات باور بتاعتك. طيب الرينج اللي بتعلى بيه قد ايه؟ الرينج اللي بتعلى بيه في الليفلات اللي قدام ممكن يكون مش عالي قوي، يعني انت عندك هنا الارمي توتال باور لما انت بتزودها بتزيد حوالي 4000، بس الفكره ان 4000 دي برضو بتعلي منك، يعني ما تستقلش منها، مش رقم كبير بس ما تستقلش منها. الشادو انرجي او اللي هو الشادو انرجي دي انت بتجيبها من الشوب بتاع الجوجو ايلاند. انت عندك كل ده بيريست يعتبر كل يوم، يعني هو بص عندي هنا 10 ساعات هو بيريست كل يوم. فاضل عليه قد ايه؟ فاضل عليه 19 يوم. طيب انت عندك ممكن تجيب من دي كام؟ ممكن تجيب منها 10 وحدات. 10 وحدات يعني 800 وحده، يعني انت ايزي تجيب 5000 شادو انرجي بمنتهى السهوله لو انت بتعمل الموضوع ده كل يوم. 5000 شادو انرجي يعني على الاقل هترفعه ليفلين، يعني فاهم الفكره. طيب بس كده لا، انت كمان عندك هنا التريسز اوف شادو،
والتريسز اوف شادو دي يا جدعان بتعمل ايه؟ دي اللي انت بتقدر ان انت تعلي بيها الشادو ذات نفسه. يعني انت مثلا عندك هنا الشادو لما تيجي تعليه بيطلب منك ايه؟ بيطلب منك ابيسل فراجمنت، بس لما تقدم شويه في الليفل بتاعه بيبدا يطلب منك ايه؟ ابيسل انرجي. تقدم شويه هيطلب منك اللي هي الابيسل اللي هي الثالثه، ولما تيجي بقى تعلي الرانك بتاعته هيطلب منك التريسز اوف شادو. طيب ما نعلي دي بس يا علي بقى. ليه بنعلي دي؟ بتعلي دي يا معلم عشان انت لما بتوصله لإليت بيتفتح لك السلاح بتاعه. يعني مش بس الكومبات باور بتاعته بتعلى، لا بيتفتح لك السلاح بتاعه، وبيتفتح لك كمان سكيلايه جديده ليه. يعني مش بس السلاح بتاعه، لا سكيلايه جديده للشادو ده. ما تسيبش موضوع الشادوز ده، لازم تهتم بيه. يعني سونج عادي اديله كل اللي هو عايزه وعلي الكومبات بتاع السونج على قد ما تقدر، بس بعد لما تقف انت خلاص، انت وقفت في حته انت مش هتعرف تعدي منها. انا واقف في حته عالي مش عارف ان انا اعلي الكومبات باور بتاعتي تاني. سونج والهانترز خلاص انا مكستهم، ومفيش ريسورسز او مفيش حاجات اقدر ان انا اعملها عشان اعلي الكومبات باور بتاعي عموما. طيب يبقى تركز على الشادوز اهم حاجه ان انت تركز عليها، وايزي. يعني الموضوع بسيط جدا ان انت تعلي بيه الكومبات باور بتاعتك. بعد ما توصلها للإليت هيفتح لك الويبن بتاعها. يا جدعان برضه بيقويها يعني بيديك الاوفرول او الرقم الكلي بتاع الكومبات باور بتاعك بيعليه. طيب احنا اتكلمنا على الكومبات باور هنا. طيب يا علي انا الجولد بتاعي يعني ضعيف، انا عايز مثلا الم لي مليون ولا 2، انا الابجريدز بتاعت البليسنج ستونز بتبهدلني، انا عايز اعمل انشانتنج، انا عايز اعمل حاجات كتيره جدا والجولد عندي فيه مشكله. طيب انت عندك هنا دي برضو ديلي، يعني دي بتتعمل ديلي. هنا ده اتمكسها على مدار ال 19 يوم، بس الجولد هنا بالذات ديلي. يعني ايه؟ يعني انت ممكن كل يوم تجيب الرقم ده، لان انا قلت لكم انت عادي ممكن تجيب الرقم ده عادي من التيكتس ومن ال10 مرات الفري اللي انت بتخش بيه. فانت ممكن كل يوم عادي تجيب 100,000 جولد. طيب على مدار 19 يوم يا معلم بمنتهى السهوله هتجيب 1,900,000. فالجولد لو انت فعلا محتاج جولد انت ممكن ان انت تعمل الموضوع ده وتجيب دي. طب يا علي انا كده هيبقى محتار ما بين الجولد وما بين التريسز اوف انرجي مثلا، او التريسز اوف شادو والشادو انرجي والابيسل والفراجمنت والكلام ده كله، اخد ايه؟ طيب اول حاجه لو انت لسه بتبني كومبات باور خد الشادو انرجي والحاجات بتاعه الارمي اوف شادو، دي اهم حاجه، اهم من الجولد. يعني خد دي اهم من الجولد حاليا. الجولد ليه مصادر كتيره انت ممكن تجيبها منه، بس انا بقول المصدر ده عشان لو انت خلاص مكست المصادر دي كلها. بس انت لو لسه بتبني في الشادوز بتوعك ومهتم قوي بموضوع الشادوز، لا يبقى الشادو انرجي والحاجات دي كلها والتريسز اهم ليك من الجولد. طب يا علي انا اوريدي الشادوز بتاعتي اقوياء ومش محتاج الكلام ده، يبقى الجولد هنا تاخد 2 مليون جولد ايزي لو عملت الايفنت كل يوم، وهيبقى الموضوع معاك احسن بكتير من ان انت مثلا تصرفها على حاجه زي بلاير سكرول او الحاجات دي كلها. لا الحاجات دي لو انت لسه بادئ في اللعبه هتفيدك، بس معظم الوقت يعني او اللي بيلعب الجوجو ايلاند مش هيركز قوي في البلاير سكرولز والحاجات دي. طب يعني انا قويت الشادوز بتوعي خلاص، انا مفيش اي حاجه، يبقى قوي يا معلم الريمننت او الارمننت. قوي الارمننت يا جدعان. الارمننت دي اللي هي ايه؟ اللي هو السلاح بتاع الشادوز. طيب ده بيقوى بايه يا معلم؟ بيقوى بان انت تيجي كده على السلاح ويبقى معاك الابيسل كريستال. الابيسل كريستال دي بعد طبعا لما تجيب الشادو ايكوز بتقدر ان انت تعلي الكومبات باور اصلا بتاعه الشادو اللي معاك. يعني انت بص هنا انا معليه يعني مرتين، المفروض داخل على ثالث مره، وفي ابيسل كريستال انا فاضل لي 5 على الابيسل كريستال. عمال اقول كريستال غلط. المهم انت بتجيبها منين؟ برضو بتجيبها من هنا. انت عندك هنا بس هي غاليه شويه، انا مش فاكر كانت بكام، بس هي برضو انت ممكن تشتريها من هنا من الجوجو ايلاند اكسشينج شوب. وطبعا لو انت عايز جولد زياده ما تنساش ان احنا كنا وزعنا اكواد، الكود الواحد بيدي 500 جولد، يعني هيروق عليك جدا. كل اللي عليك تعمله ان انت تخش على الصفحه عندي، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، وتعمل لي سبورت للكرييتر ماربل او الكرييتر نت ماربل او الكرييتر نت ماربل، انا مش عارف الانجليزي النهارده معايا ضايع. واي كود بيجي يا جدعان انا طبعا يعني ببعته كده سيلكت اول لكل الناس، ببعته لكل الناس. ممكن اتاخر شويه، ممكن مثلا يومين 3، بس كده ان شاء الله باذن الله الكود هيوصل لكل الناس. يعني انا كل السبورترز اللي معايا يعتبر بعت لهم كل الاكواد اللي موجوده، وطبعا هيبقى في اكواد تانية كتير قدام. فعشان ما تفوتكش كل اللي عليك تعمله انت تخش على اللينك اللي في الديسكربشن وتدوس سبورت، بعد طبعا لما تخش بالاكونت بتاعك وتدوس سبورت للاكونت بتاعي على نت ماربل. طب يا جدعان حاجه تانية برضو تقوي بيها الكومبات باور بتاعك،
هي ان انت دلوقتي فرضا انت دلوقتي عندك ويبنز صح؟ انت عندك الويبنز بتاعت سان جين وو وعندك الويبنز بتاعت الهانترز. طبعا الويبن بتاع الهانترز مهم جدا ان هو بيقوي الهانترز، وبرده سان جين وو مهم، بس ليه سان جين وو الويبنز بتاعته اهم من الهانتر؟ حد هيقول لي طب يا علي ما اكيد عشان هو اللي بيعمل دامج. اقول لك ماشي اوكي، بس برده مش ده السبب اللي هو مهم عشانه. الويبن بتاع سان جين وو بيعلي الكومبات باور، فالكومبات باور ده بيخليك ان انت تعرف تكسب حاجات اكتر. طيب هل بس هو بيعلي الكومبات باور بان هو بيعلي الرقم؟ يعني فرضا مثلا هنا في رقم في الديتيلز الاتاك مثلا 3000 دول، فالرقم ده بيروح لسان جين وو فهو ده اللي بيعلي الكومبات باور بتاعته؟ لا مش ده بس يا جدعان. انت بتعلي الاسلحه بتاعت سان جين وو دي عشان الارمري. انت عندك هنا في الارمري اي سلاح موجود في الارمري وبتعليه بيعلي الكومبات باور اللي عموما، يعني بيعلي التوتال كومبات باور بتاعه الشخصيه. فانت عندك هنا شوف احنا عندنا الاسلحه دي لسه كمان عندنا مكان زياده، بس عندك اي سلاح من الاسلحه دي لو انا قويته بالتالي بيقوي التوتال باور، الارمري توتال باور. والارمري توتال باور ده لما انت بتقويه بيقوي الكومبات باور الكليه. يعني انت مثلا عندك هنا هتلاقي احنا عندنا الكومبات باور بتاعتنا 1,200,000. طبعا ال1,200,000 دي احنا حرفيا يعني الاكونت ده فري تو بلاي، يعني مفيش جنيه اتدفع عليه. رقم ممكن يكون مش كبير قوي، يعني مش مثلا 1,500,000 ولا ارقام اللي هي العاليه دي، او اعلى كمان 1,500,000. بس الفكره كلها ان الاكونت متظبط بحيث ان كل حاجه بتتعمل فيه تتعمل عشان تعلي الكومبات باور، مش معموله بس عشان تعرف تعدي مثلا مرحله ولا حاجه، لا معموله عشان تعرف انت تظبط الكومبات باور بتاعك، لان يعتبر ده اهم رقم. يعني الماكس توتال باور ده يعتبر اهم رقم يا جدعان، ده الرقم اللي انت بتعرف تعدي بيه من الاخر المحتوى بتاع اللعبه. وبس كده، دي بعض من الحاجات اللي انا قلت ان انا اشاركها معاكم عشان تعرف تعلي الكومبات باور بتاعك لو انت مثلا مش واخد بالك منها. هي حاجات ادفانسد شويه، يعني ممكن ما تفتش مبتدئ، بس لو المبتدئ عرفها يعني هيعمل حسابه على الحاجات دي من بدري. لو عندك اي اسئله اكتب لي تحت في الكومنت عشان اعرف ان انا اساعدكم، وبرضو انا بنقي من الكومنتس الفيديوهات اللي انا ممكن اعملها عشان اقدر افيد الناس. كان معاكم علي وشكرا ليك.